السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مباراة مهمة فاز الزمالك على نادي سوار الغيني 4-0 في مشوار الكونفدرالية. أحرز الأهداف زيزو، شيكابالا بهدف عالمي، والجزيري وإبراهيم نضال. وبكده الزمالك اتصدر مجموعته ب6 نقاط. ويلا بينا نشوف أهداف وملخص المباراة. وتناغم كبير جدا ما بين الاثنين، يعني اقدم اثنين لاعبين في التشكيله. ودي هدف اول ياتي عن طريق النجم دائما وابدا. اسال عن احمد مصطفى زيزو تعرف على طول ان الزمالك لما يكون زيزو في حالته الزمالك حاضر وموجود وبقوه. وهدف اول هنا من تحرك رائع من امامنا زيزو، امامنا هو بلمسه حلوه التحرك وضربه راسيه، ويسجل الزمالك اول اهداف المباراه علشان يفتح ابواب مدرسه الفن والهندسه. بص امامنا مفيش فار، ادي الكره على طول لزيزو، لكن شيكابالا لزيزو وحدثني عن المهاره بص يا ولد على شيكابالا اسيست بالمسطره. وشوف بقى هنا زيزو ما تفلسفش على طول، زيزو لسه بيلف، التحركات قلت اللي كان في بدايه المباراه، انتشار كان افضل، لكن مره ثانيه عمر جابر يكمل الى زيزو، التمريره الاستلام المراوغه والتاخر في القرار، لكن يرجع مره ثانيه شيكا يلم عايز يجيبها على شماله، مره ثانيه عدل وشماله هي بوم شيكا بوم يا ولد يا على اللمسه حلوه. بص شيكابالا هو اسمه حكايه، هو اسمه كله دلع وهو يستحق الدلع. شيكابالا محمود عبد الرازق شيكابالا 37 سنه، لكن اللمسه لسه موجوده، الاحساس موجود، وبإبداع رائع شيكا. هدف حلو. بص الكره هنا يا ولد، اذا شيكا يصنع، شيكا يسجل، شيكا امامنا يبدع، وشيكا يضعها في مقتل. هي دي التريد مارك، الماركه المسجله يا ابني، الماركه المسجله باسمك، الماركه الرائعه ابو ادم يا ولد على الكره. يا سلام الابداع، يروح زي ما جه هدف نضاي في المباراه الماضيه. وادي دونجا يسع، والمره دي الجزيري، المره دي سيف وهو سيف امامنا هو بيضع الثالث. بقول لحضراتكم الزمالك بيسجل من الركنيات والكرات الثابته، ودونجا بقى اللي عملها خلفيه حلوه. سجل يا سيف وفرح جمهورك، سجل يا سيف واستعيد نغمه التهديف في النجم التونسي الدولي سيف الجزيري امامنا هنا، دون التشكيك في ذمه يعني اعلاميين ولا معلقين، ولا لان الكلام ده مش صح. على طول مره ثانيه الاستلام الرابع نضاي، الرابع امامنا اهو، حط الجيل على الرابع السنغالي ابراهيم نضاي يسجل هدف حلوه للزمالك امامنا. طبعا النقص العددي، خروج لاعب الارتكاز يا ترى، ويسجل امامنا نضاي.